عندما نرجع إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي أنبأ فيها عن اقتراب يوم القيامة، له مجموعة من الأحاديث يتحدث عن علامات الساعة وكأنه يراها وكأنه يعيش بيننا اليوم. إزاي الكلام ده؟ في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم أول حالة القتل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت حوادث القتل قليلة لا تحدث كثيرا، لا سيما في الغزوات. عندنا مثلا غزوة بدر، كان اللي بيقتل في الغزوات والحروب أعداد قليلة جدا لا تتعدى العشرات. اليوم نجد الحروب تتعدى حالات القتل فيها بالمئات والآلاف وبدون سبب وبدون هدف. عندنا مثلا حرب غزة كل يوم بيموت يا جماعة بالمئات من أهلنا في غزة، وحروب أخرى. وللأسف بقت شيء عادي اللي احنا نسمع اليوم مات 100 واحد، اليوم قتل 2000 واحد، اليوم قتل 1000 واحد. الموضوع بالنسبة لنا عادي، بقينا متعودين ان احنا نسمع أرقام الكثيرة في القتلى المسلمين وغير المسلمين. والنبي ربط بين علامات الساعة بكثرة القتل. وفي روايات تانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. الظاهرة الثانية ظاهرة تفشت بيننا وبين كل شعوب العالم، وهي ظاهرة الكذب. الكلمة الأنسب للوسائل الإعلام الحالية هي الكذب. الكلمة الأنسب في التجارة هي الكذب في زماننا هذا، في جميع المجالات، في مجال البيع والشراء بين الناس والأصدقاء. تفشى الكذب بين الأزواج نفسهم وبعض، لذلك كثرة الطلاقات. الطلاق كثر، نسبته كترت بسبب كثرة الكذب بين الأزواج. في زمن الجاهلية كان الكذب عيب كبير، كان العربي يلتزم بكلمته ولو سيلقى حتفه. النبي ربط بين علامات اقتراب الساعة بكثرة الكذب وقال: ويكثر الكذب. واليوم نحن نرى تفشي الكذب بيننا في كل مكان. فمن أخبر النبي بهذه الحقيقة التي نعيشها اليوم؟ طبعا هو الله. الله أراد أن يجعل معجزة النبي في كلمته، وهذا دليل على نبوءته ورسالته، لكي نرجع إلى الله ونتوب إلى الله ونعلم أن الساعة قد تأتي بغتة في أي لحظة. والإنسان إذا مات قامت قيامته. فكل واحد فينا يا جماعة يعمل ليوم قيامته، ليوم موته، إن يوم موتك هو يوم قيامتك. فلازم تكون خواتيمك خيرة، ولازم تعمل اليوم ده. الظاهرة الثالثة تقارب الزمن. يعني ايه تقارب الزمن؟ دلوقتي أي حاجة بتحصل في أي حتة في العالم بتوصل لك في أقل من ثانية. أي حادثة تحدث الآن في أي مكان تعرف بيها في أقل من ثانية، سرعة وصول الخبر. لأن التطور يا جماعة اللي حصل في زماننا ده تطور مخيف، تطور في وسائل الإعلام بأدق التفاصيل. الفاصل الذي بينك يفصلك عن الحادث هي جزء من الثانية. النبي أكد على صلة تقارب الزمن بقيام الساعة وقال: ويتقارب الزمان. الظاهرة الرابعة يا جماعة ظاهرة تفشي الظلم والظلمات والفساد في الأرض. الآن تجد كثرة الحرائق والزلازل وتخريب للطبيعة. الغلاف الجوي ما عادش مستحمل بسبب تلوث الإنسان للطبيعة، تلوث شديد نتيجة لأعمال الإنسان الغير طبيعية وعبثه بالطبيعة، وضخ كميات كبيرة من الملوثات من متفجرات المصانع وغيره بدعوى التقدم. فهو أفسد الغلاف الجوي. أصبحنا نرى بحيرات تتشكل في وسط صحراء فناء، سبحان الله. وأصبحنا نرى مناطق شديدة البرودة الآن أصبحت شديدة الجفاف في أوروبا. بالإضافة إلى التلوث البيئي، الإنسان هو المسؤول عنه
ربنا الإشارة القرآنية هنا بتقول لنا، يقول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني ايه يا جماعة الكلام ده؟ يعني الإنسان هو الوحيد المسؤول عن الفساد في الأرض، وهو المسؤول عن كثرة الحرائق وكثرة الزلازل والظواهر الطبيعية والكوارث اللي بتحصل دي كلها في الطبيعة. الإنسان هو المسؤول عنها. طب نحمي نفسنا ازاي؟ ربنا قال لنا ايه ورسولنا قال لنا ايه؟ عليكم بالتكبير وآية الكرسي. آية الكرسي تحميكم من جميع الكوارث الطبيعية. ودي يا جماعة كانت علامات من علامات الساعة اللي أنبأنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي ننتبه ونحذر أنفسنا ونعد عدتنا ونرجع إلى الله ونعبده حق عبادته. وكل واحد ياخد باله، وكل واحد يحط في دماغه كويس جدا إن ساعته ممكن تيجي في أي وقت، لأن علامات الساعة شبه غالبيتها بان وظهر. وعلامات الساعة اللي قاين عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنه يعيش بيننا الآن غالبيتها ظهرت، وتفشى الظلم والكذب، وتفشى الفساد في الأرض، وتفشى القتل. كل ده يا جماعة من علامات يوم القيامة، من علامات قيام الساعة اللي أنبأنا عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم. والله المستعان.